شو الأخبار؟ اليوم الفيديو عن تجهيزات العيد وليلة العيد. اليوم واقفة ينعاد عليكم بالصحة والسلامة يا رب، والعيد عيدين لأنه نحن وين؟ بسوريا. فاليوم رح نشوف مع بعض هيك السوق كيف بيكون. هلا نازلة بعد شوي على السوق وبعدين بدي ارجع ارتب البيت، فخليكم معي. يلا تعال. قلت خليني اخذ هالولاد وننزل نشوف اجواء وقفة العيد بسوريا، لانه من زمان ما عشناها. حتى السنة الماضية لما اجيت ما كان عندي وقت انه انزل على السوق، فما شاء الله الزحمة لا ومطرت كمان، الله يبعث الخير. قلنا نوقف ناخذ برجر مشتهية كثير اكل هيك سندويشة همبرجر مع بطاطا، وبعدين حنكمل تمشاية من هون. يعني انا هون شفت الترمس والفول وهيك فما عاد اتحمل. وليه اخذ فول ولا ترمس؟ اعطيني شوية فول. اساس جاي اخذ ترمس اخذت فول. صحن فول؟ ايه صحن فول. قد ايه الصحن؟ 8 و10. ب10. بدي دلل حالي. لا عادي وانتي بخير حبيبتي. هلا رغم هطول الامطار ولكنني مصرة اني اكل همبرجر. مرحبا كيفكم؟ شو الاخبار؟ ايه اكيد يلا. الله معلي صورة معهم؟ صور. بس استعارة صورة أنا برجلك. اوه تعال سجد. شكرا. هاي الشغلات الأساسية كنا نشتريها نحن وصغار. شنطة ونظارة وفرد. يا سلام. تعال. يلا سبايا هات اليوم ب50. ايه اشتري لك. والله والله نشوف. تعال اذا عنده هذا. فرصة سعيدة هيك. يا هلا حبيبتي. ضلني الشنطة. فرجيني. الله الله على الشخصية. وهون في محل كنافة من 1912 بس مشهور انه كثير طيب بلادية، اسمه مجنون ليلى. ضل يا ترى. مرحبا يعطيك العافية. بس للأسف ما كان بيان فما جربنا الكنافة. وخلصنا تمشاية بالسوق ورجعنا هيك عملنا فتلة بالسيارة. ما شاء الله شوفوا الزحمة والناس، عن جد كانت بهجة العيد غير شكل باللادية. رجعنا من السوق وبداياتنا مع مين؟ مع نادين. وبدنا هون بقى نرتب الصالون. تعرفوا ايام زمان شو كانوا يعملوا؟ كانوا يشيلوا هالبرادي ويغسلوا البرادي. هلا الصراحه انا البيت ماني ساكنته كتير فلسه كل شيء هيك نظيف ومرتب، فبرادي ما فكيت. بس هلا عملنا هيك تعزيله وحيطان ما مسحنا السجدات. فهلا رح نشوف شو حيصير بالصالون بعد شوي. يلا انطلقوا. وهون بلشوا الصبايا الشاطرين. يا ما شاء الله عليكم. هي شو بيسموها؟ بهجة العيد، تجهيزات العيد. وكل وحدة فينا استلمت مهارة. أنا استلمت تنظيف الكنوايات، مسحتهم مسحة وكنستهم تكنيسة غير شكل. وهون وصلت للتكنيس بقى، وهي المكنسة جبتها معي من تركيا. كتير طلعت ظريفة وحسيت بتناسب سوريا كونها شحن، فبتضل المكنسة على طول جاهزة، يعني ما في داعي يكون موجود كهرباء أو لا. كمل تنظيف وتلميع. طبعا أنا هدول الحنفيات إذا ما كانوا هيك على طول عم بيلمعوا ما فيني. وهون باللاذقية المي كنسية فبدكم تضلوا ملاحقينهم حتى ما يصير أي هيك كنسة عليهم مثل النقط البيضاء. دائما البخاخ لمون هن والمراية
لازم يكونوا هيك عندي عم يوج. وخلصت هون كمان مسحت السيراميك كله، وحلوة الوان السيراميك صح انه هيك صاير مات، وهون اخذت وقت عليه حركة. والوان الرمادي بشكل عام انا يعني بحبها حلوة. وهدول شايفين مناشف جبتهم معي من اسطنبول اخر مرة، اصفر واخضر. هلا بخ 2 خلصناهم كمان. رتبت هون هيك الفناجين، شو ما احلاهم طلعوا. وهدول حخلي فيهم المكسرات، شوفوا ما احلاهم، خليهم هيك فوق بعض ونسكرها بس يجوا ضيوف بنشيلها وبنوزعهم على الطاولات. يا سلام، هذا معمول العيد، نزلت لكم وصفته من يومين. عملت بعدين كرابيش كمان كتير طيبة. وبعد ما خلصنا التنظيف والترتيب هلا صار وقت الكوي. كوي عبايات العيد، هي إلي رح أكويها وهي لسجودة. وبشو مكواية البخار اللي حكيت لكم عنها، قد ايه أساسية تكون عنا بالسفر. وأنا ببيتي اللي موجود بسوريا تاركة وحدة، كتير بتسهل موضوع الكوي وما في لبكة، بتعلقوا القطعة هيك وبس شوية بخار بتفرد. وبخرت له جلابيته لسجودي قبل ما يروح على الجامع كمان. وهلأ خلصنا، شوفوا ما شاء الله الجمال والترتيب. وسجودة إجا ليش؟ مشان يجهز حاله ويروح على صلاة العيد. ومضورة هون ومريومة. يا سلام، كيف صار البيت؟ الله، حلوة النظافة. شوفوا كيف رتبنا هون مكان الفناجين. أنا قلت لكم هديك المرة إنه خليته هيك عشان أصف الفناجين، وبدور وين في هيك قطعة أنتيكا باخدها. إنه طبعا كلهم إجوني هدايا على البيت، ما أحلى صار. الله الله الله، عيدك سعيد. واو. عمرك مديد. سجودة كل سنة بيصحى شو بيلاقي؟ شو بتلاقي؟ هدية. هدية، فرحة العيد. هلا بقى شلون؟ كتير حلو. هذا فرد هذا فرد. جبت له، أنا كتير بحب هذا الفرد تبع الفشك. هذا لما كنا صغار سجودة نحنا كان أساسي عنا بالعيد، ليك بتحط هاي بقلبه. اسمع الأذى. حلو؟ تعال حط هذا أوسع مريم. كل عام وانت بخير. يلا وبناخد بقى. مرحبا. مرحبا. يلا ناخد دوش نبدل ونروح لوين؟ صلاة العيد. مدعينا حبيبي. وهون تحمسوا الشباب وبلشوا لعب على بكير، ومبدورة استلموه ساجد وأبوه وهو عم يدافع عن نفسه. اللهم صل على سيدنا محمد، عيدك سعيد. شوفوا الجمال. شو لابت لك الجلابية، عن جد شو هالكشخة. دعينا بالصلاة اوكي؟ دير بالك على حالك. بدك عيدية هلا ولا بس ترجع من الصلاة؟ هلا؟ اتفقنا بعد الصلاة. لا بس يكون حبيبي انت. والمطرة ما شاء الله ما وقفت، قلت خليني اصور لكم هالمنظر الجميل. شوفوا المطر هيك مع منظر البحر غير شكل. الله يبعث الخير. وهون سجودي ومدورة نزلوا ليروحوا على الجامع، الله يرضى عليهم يا رب. ومدار لساته عايش، فرحة العيد. صار وقت فنجان القهوة ونعمل صبحية غير شكل.
هي ركوة كمان جايبتها معي من تركيا، ظريفة الأوكا، بس هي ما فيها خزان مي، أنا اللي بخلي لها المي. اغلي. وهلا نسكب القهوة. وهلا اجوا سجودة ومدورة من الصلاة. تقبل الله، عيدكم مبارك. مباركة. اهلا اهلا. شوفك حبيبي، دايت لنا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. وكان يوم جمعة، أول يوم العيد، وأنا دائما يوم الجمعة بحب بخر البيت وشغل سورة الكهف. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد لبسنا عباية العيد ونزلنا نشوف الأجواء، وكانت ولا أحلى من هيك. برغم بساطة المنطقة لكن الفرحة كانت معبية المكان. الأولاد عم بيلعبوا والناس هيك متجمعة مع بعضها. متخيلوا قديش هيك أجواء الضيعة حلوة وبسيطة. الحب مو كلمة، هو إحساس يشبه القهوة. ليه؟ بشكل عام وانت بخير؟ وانت بخير بتعرفي كبير العيلة عنا، الله يخلينا اياك يا رب. شرفتينا محلنا. الله يخليك. قهوة الفرنسا عندك طبعا نحن عم نعطيها حقها للفرنسية، وكل العالم بتعرف ان الفرنسية عنا أصلية غير شكل. أصلية. موكا أصلية. يعطيك العافية. وبعدين رجعت على البيت وما فيني بلا مطبخ حتى بالعيد. ماما كان على بالها مشاوي، فشكينا هالسياخ وشعلنا هالفحم وشويناهن شوية غير شكل. وعلى الفحم رجعت عملت دولة قهوة، بس شو كانت ما أخبركم. نازلة عيد على بيت خالي، بس عيديتي رح تكون غير شكل. هيا تعالوا. لا ما انصبط يوسف انصبط. مرحبا. لا لا. مرحبا. اهلا وسهلا. انت بخير؟ شو الاخبار؟ مرحبا، كيفك؟ انت بخير؟ قاعد عليكي؟ حاب سلامة؟ واي واي. كيفك؟ بخير حلوة؟ هاي ولد خالي. دخلت على الجيب. وبتكون حرية. وطلعت سجودة على البيت، أخذ دوش وبدل لبس ثياب العيد، وأخذ صورة هيك أنا وياه. الله يفرحكم بأولادكم يا رب. وتاني يوم كان عيد الأم، كل عام وكل الأمهات بألف خير. فلبست عبايتي ونزلت عند أهلي. هذا الكيك بذكرني بعيد الأم من زمان. ماما مو نفس الشكل نفس اللي كانوا بيعملون، فمشان هيك حبيت يكون نفس أشكال أيام زمان. شوفوا هيك سادة ومكتوب عليه كل عام وانتي بخير يا ست الكل. الله يخلينا ياكي يا رب، يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة. سهرتي وتعبتي وشلتي العمر ليالي ولسه
وثالث يوم العيد على قد ما كان مطر تخليني اخذ سجوده، هو والولاد يلعبوا شوي بالمول، ومنه بيتعرف على المول الموجود باللاذقية. فوصلنا وكان كثير زحمه ما شاء الله. واول ما دخلنا التقيت بالمحلين الله يحفظكم يا رب. وبعدين كملنا طلعنا على الطابق الثالث هون موجود الالعاب، ودخلنا اخذنا كرت وكل مين اختار اللعبه اللي بده اياها. وما كذبت خبرت له انا كثير بحب هاي الدوخه من انا وصغيره، فاخذت هيك دوره فيها. وبعدين كملنا رحنا على صاله البولينج، سجلي هيك كمان لعب وانا شاركت اكيد. شطوره لا تقولولي. وخلصنا لعب، طلعنا من المول وراجعين على الضيعة. وبالطريق شفت بسطة هالفواكه، فشفت البوملي ما تحملت الصراحة، قلت لهم وقفوا خلينا ناخد. وشو مضيت هالأيام بسرعة وما حسينا، وصار وقت السفر. قلت خليني ودع هالمنظر الحلو فنجان قهوة ونتيسر إن شاء الله. وقفنا هيك نحن راجعين بالطريق عن سد بلوران، شوفوا المنظر ما أحلى كان. قلنا نشرب قهوة ونصور، وما شاء الله السد معبي من كتر ما صار مطر. وتصورت أنا وسجودة كمان، فرجيته المكان وعرفته عليه، وحكيت له عن جمال الطبيعة اللي موجودة بسوريا. وكملنا طريقنا باتجاهنا لحدود كسب. وهون في تعديلات عم بتصير بالحدود، في إنشاءات جديدة، فإن شاء الله المرة الجاية بس نروح بتكون هيك مزبطة وبتصير أسهل بالعبور. وقطعنا الحدود ووصلنا لحربيات. طبعا بيعملوا شاورما كتير طيبة بهذا المحل. بتعرفوا هطاي قديش مشهورة بالشاورما، وبيعملوها هيك بخبزة بتكون مسقسقة وكتير طيبة. فطلبنا، لكم منظر السيخ ما أحلاه وهو عم يفتل. وانا وسجودة كنا كتير مدموجين بالاكل، لانه كنا صراحة جوع ما فيني اوصف لكم، بس كانت طيبة. وبعدين وصلنا المطار الحمد لله، دخلنا. وسجودة اكيد دائما هو اللي مع سته الله يرضى عليه. واول ما وصلت المطار طلعت على اللونج اللي فوق، عملت هيك كاسة شاي لانه ما شربت شاي بعد الاكل، فكانت كاسة شاي غير شكل. وصار وقت نطلع للطيارة، ومثل العادة حكيت لكم المرة الماضية انه نحن بياخدونا بهي السيارة، بس وانا عم بطلع للطيارة صفنت هون انه ما شاء الله الموظفين قد ايه بيتعبوا، انه نحن بنطلع للطيارة وهن بيضلوا ملبكين باغراضنا.
وهبطنا بمطار اسطنبول الساعة 12:30 تقريبا. ما بتتخيلوا قد تأخرت الرحلة، بالإقلاع صار تأخير، بالهبوط صراحة تعبنا شوي. ومثل العادة بتطمن إنه الطيارة أمورها تمام، كله نزل وبعدين بنزل. طلعنا أخذنا سيارة من قدام المطار، باخد هي السيارة الفيتو الكبيرة لأنه أغراضنا كتير ونحن كتار، فهي بتكون أريح لنا. واتجهنا إلى المنزل، والحمد لله وصلنا بيتنا بالسلامة. يا أهلا وسهلا فينا. صراحة أنا بعيش الشعور الحلو يعني بالحالتين، لما بروح على سوريا كتير بنبسط لما بوصل للبيت، ولما برجع لاسطنبول نفس الشي كمان. بعدين رحت على المطبخ، على بالي فنجان قهوة من تحت إيدي غير شكل يكون. جهزت الركوة وبعدين اخترت الفنجان، أخذت هذا اللون حلو. أخذت قهوتي ورحت للصالون. شوفوا هدول اجوني هدية بعيد ميلادي، رتبتهم هيك كتير حلوين طلعوا صح. وشوفكن على فيديو جديد، واكتبوا لي انتم من وين بتتابعوني وعجبكن الفيديو. بحبكن أنا، باي.